حقيقي حقيقي انا اتأثرت بسبب الفيديو ده. فعلا يا جماعة اكل العيش بيبقى لو بالحلال بيبقى صعب، بس اهم حاجة يكون بالحلال. الست دي عايشة في بيتها، وبصوا قاعدة منشكحة قوي، جايبة شغالة تنضف لها البيت كله كله. بصوا الست مش عارفة تمشي من كتر الزبالة اللي مرمية على الارض. وهي قالت ان هي خدت 5000 جنيه، ولا معرفش العملة بتاعتهم ايه، بس هما 5000 يعني. آه في ساعتين، وهي مستكتراهم، اللي هو انت ازاي تاخدي 5000 في الساعتين دول؟ انت شوفي اصلا الشقة والمواعين والمطبخ والصالة والاوض كتير قوي. قبل اي حاجه بس انتوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي انتوا بتابعوني منين، انا بحب اعرف انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كمان على القناه. وقولوا لي هل الست دي يعني معاها حق ان هم كتير عليها ولا قليل. بس بصوا يعني انا شايفاه ان هي تعبت قوي. البيت ما شاء الله كبير، وكمان كانت سايباه مزبله، وبصوا بتعمل بضمير قوي، يعني هي بتمسح بضمير بضمير، بترتب الحاجه بنظامها. بصوا يعني ادق التفاصيل بتنضفها. بصوا حتى العجل بتاع العربية بتعمله، مفيش حد بيعمل كده. بصوا اصلا عندها كمان اطفال، وبتفضل بقى تلم كل حاجة واقعة كده. اكيد ظهرها وجعها قوي يعني، اكيد. انا مش عارفة ليه عامة الناس اللي بيبقوا عايشين في بيوتهم بيوصلوا بيتهم للمرحلة دي. انا مش فاهمة ولا عارفة بجد. هي بصوا هتخلوا لها الشقة حلوة قوي، وكمان مش عاجبها ان هي بتقول. بصوا يا جماعة بتنضف ازاي، بتنضف بضمير بجد. هي عندها مطبخين ولا مطبخ واحد، ولا ده ايه ده؟ مش كان المطبخ التاني ده داخله كده، ده مفتوح امريكي، فمش عارفه بقى ده ايه ده. بصوا بتنضف بقى. بصوا المواعين، بصوا بقى ده خد تاني. لا يبقى هما عندها مطبخين، تخيلين هي عملت مطبخين. بصوا بقى كميه المواعين عامله ازاي. المواعين لما تبقى بطباق كتير اوي بتبقى رخمه اوي، او في حلل بقى وكوبايات بقى ايه ده. شو بترصوه لهم بنظام، وكأنها ايه شقة عروسة جديدة، ترجع لها فعلا الشقة كأنها شقة عروسة. ايه البوتاجاز اللي بعينين ده؟ بس افرضي عندك عزومة، طيب هتعملي ايه؟ ولا انتوا متعملوش عندكوا عزايم ولا ايه؟ بس بقى خليتهولها عامل ازاي. لا بجد انا شايفة ان ال5000 قليل. يعني ال5000 دول مثلا لو واحدة بتنضف اللي هو ايه، بتنضف تنظيف عادي كده اللي هو ايه تروق بس كده، لكن دي بتعمل بضمير. بس خلت لها المطبخ عامل ازاي، والصالة هتكمل اوض ولا إيه؟ بصوا يا جماعة الشقة كبيرة ما شاء الله. مش هي بقول لها بصي بقى وانتي كنتي قاعدة جوه، مش داخلة تعين بقى اللي هو ايه ده خلصتي. بس لا قليل قوي، كتير على الأوضة على الصالة والمطبخ. انتي بتطرديها كده؟ لو تقولي لها خشي كملي جوه ولا ايه؟ انا عايزة افهم بس. اتمنى ما تكونيش بتطرديها. طب الفلوس طيب، زماني فين؟ ما خدتش فلوس ولا ايه؟